ألا وهو التوتر. يا بطل سيبك من التوتر. التوتر عامل زي الابليكيشن اللي شغال في خلفية التليفون. طول ما انت قاعد عمال تفكر ومتوتر، بتصحى من النوم كويس تبص تلاقي في حاجات كتير قوي شغالة في الباك جراوند، بص تلاقي نفسك طاقتك اتسحبت على الساعة مثلا 10 11 12 وانت لسه اصلا ما عملتش حاجة، تبص تلاقي بوم طاقتك اتسحبت. لما بنتوتر الجسم بيفرز هرمون الكورتيزول اللي هو مسؤول عن مواجهة الخطر بالرغم ان مفيش خطر، فتبص تلاقي ان هو شغال التوتر شغال معاك، وتبص تلاقي نفسك طاقتك اتسحبت حتى وانت لسه ما بدأتش يومك. التوتر بيأثر على نومك، على أكلك، على طاقتك، على كل شيء، وده بيخلي تفكيرك شغال زيادة عن اللزوم، كأن مخك شغال اوفر تايم. عارف لما تشتغل في شغلانة كده مثلا يقول لك 8 ساعات وفي اوفر تايم 10 ساعات، هما في ساعتين كده اوفر تايم، انت شغال مجهود، فانت بتخلي مخك يشتغل اوفر تايم. واهم واسرع علاج للتوتر الا وهو الصلاة، تقربنا من الله، والرياضة. الرياضة شيء جميل جدا، بيشحننا طاقة وبيخلينا نفكر قليل. موبايل رقم 10